السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمة، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناة. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. حبايبي، يوم جديد وحلقة جديدة من قناتنا الجديدة. يا ريت يا رجالة هستأذن اي حد بيشوفني يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يصلك كل حاجة جديدة احنا بنقدمها. بنحاول بشتى الطرق يبقى الحلقات بتاعتنا متنوعة، بنداير ونشي زغاليل وحمام كبير مقفول عليه وسلاكة وفرخ واسرار فرخ وحاجات بنعملها في الفرخ مش هتسمعها والله غير مني هنا، وحاجات جميلة للمبتدئ تمام لغاية الحمام وادوية وعلاجات. فيعني ربنا يقدرنا كده وان شاء الله القناة تبقى متكاملة، وباذن الله قدام شويه هنعمل لكم قوائم تشغيل. حاجه ليها علاقه بالنش هيبقى لها قائمه لوحدها، حاجه ليها علاقه بالفرخ هيبقى لها قائمه لوحدها، حاجه ليها علاقه بالادويه يبقى ليها قائمه لوحدها، حاجه ليها علاقه بالمشاكل اللي بتقابلك عموما في سلكتك او في عشتك او في بلكونتك او في المكان اللي بتربي فيه ان شاء الله يبقى ليها قائمه لوحدها. بس طولوا بالكم عليا لما الفيديوهات تزيد شويه على القناه. حبايبي رجاله، بصوا يا شباب، يعني السؤال ده دايما انا بتسأله يوميا. وليد، الحمام عندي مش راضي يتجوز. وليد، انا جبت ذكر ومش راضي يتجوز. وليد، انا مسيب ذكر ومش عايز ياخد النتايه. تمام. وليد، انا بقالي شهرين ثلاثه حاطط ذكر مع انتايه ومش عايزين يتجوزوا بعض. ايه القصه وايه الحكايه؟ النهارده ان شاء الله في حلقه النهارده هنعرف ونتعلم مع بعض كلنا سوا، لان غايه الحمامه رجاله ما هي الا كلنا اخوات وكلنا بنستفيد من بعض. هنتعلم مع بعض النهارده ان شاء الله ازاي بنجوز الحمام، وايه هي شروط العقد كده اللي هتتكتب ان شاء الله النهارده علشان تبقى الجوازه صحيحه والجوازه سليمه. في ناس دلوقتي اول ما تشوف الحلقه هتقفل الحلقه يقول لك يا عم يعني هو الموضوع صعب. يا جماعه، اللي احنا هنقوله النهارده هيهم المبتدئ وهيهم اللي بيربي حمام بقاله 20 و30 سنه. هنقول حاجات لاول مره وهنقول حاجات للمبتدئ. تمام. في ناس طبعا بتكلمنا شباب بتبقى واخده مني ذكر ولا ذكرين ومربيه حمام في اوضه تمام ومسيبه الذكرين على اساس ان الذكر هيشم ريحه النتايه اللي هو رايح لها، او انت هتشاور له يلا حبسك عليها هاتها ويتجوزها، وده غلط. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الكلام ده. في ناس تقول لي انا خدت منك ذكر والذكر بقاله اسبوعين ثلاثه ما اتجوزش. وما بيتجوزش ليه؟ في حاجه اسمها ما بيتجوزش يا شباب؟ لا طبعا، كل ده كلام مش مظبوط. ده النهارده هنشرحه، بس في البدايه هنصلي كلنا على النبي. اي حد بيشوفني يا ريت يصلي على النبي عشان نستفيد بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويكتب لنا في التعليقات حتى صلى على النبي علشان كلنا نستفيد عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا يا شباب، علشان انا اقدر اقول انا بجوز ذكر، يعني خلينا مثلا نمسك اي ذكر اي فتح حمام مثلا، وهنقول دلوقتي لو الذكر ده عندي او الذكر ده من بره. انا مثلا نويت كده وسميت الله وقررت ان انا اجوز الذكر الابلق الاخضر ده. طيب حلو يا وليد، ما شاء الله، يعني هنبدا نجوزه. طيب الجواز بيتم ازاي؟ يعني علشان اضمن وبنسبه مش هقول لك بقى 95 و99، بنسبه 100% ان الجوازه صحيحه وسليمه. نجوزه ازاي؟ اول حاجه لو هو حمام وزاره رجاله، يعني حمام طويل بالشكل ده كده الفرد طوله لحد كوعي تمام، لازم انا بوفر له المكان المناسب اللي هي الشقه او المكان اللي هيتجوز فيه. ما ينفعش مثلا لذكر اخضر زي ده احنا كمان قصينه علشان القلش تقول لي انا هفركه في عين 40 في 40 او 45 في 45 والكلام الفارغ ده. لازم اقل واجب ابص الفرد الحمام اللي انا هفركه. طيب انا بربي حمام نوعه ايه؟ بربي حمام وزارات، بربي حمام بلق مثلا، بربي حمام صوافه، بربي حمام قطاطه طويله كده، عندي نتي مساويد سرحه كده وطويله وبتاع. يبقى دوت العيون اللي تلزمها عين 60 في 60، ده اقل واجب. مبدئيا لازم بوفر للحمام عين مناسبه على قد اللي انا بفرخه. تعرف لما مثلا عندي قص كشكوى يا باشا انا فارخهم في عين 50 في 50 اكشاك، قص حلبيه كده صغيرين كده مقزعرين كده بفرخهم في عين 50 في 50، قص هنكره بفرخهم في عين 50 في 50. يبقى انا مبدئيا بوفر العين المناسبه. تعالوا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. دي مثلا يا شباب نتايه مسوده. هل مثلا من المنطق ان انت تيجي تقول لي وليد انا هفرخ النتايه مثلا المسوده ديت في عين 40 في 40 ولا عين 50 في 50؟ هي طولها هتعدى 45. يعني هي لما تيجي تلف كده في الباب كده
تخبط في الباب. يبقى منطقي ما ينفعش الحمام يتفرخ في عين صغيره لو الحمام معايا طويل. طيب خلصنا من الكلام ده كله. ولو حمام عالي زي الحمام الكنجيات او اللواحم رجاله، العين لا تقل عن 35 او 40 سم ارتفاعها. طيب خلصنا من الجزئيه الاولانيه، وهي ان انا بوفر المكان المناسب للجوز. انا لازم احط الاول في الحسبان ان الذكر اللي انا بجوزه او الانثى اللي انا بجوزها يكون ذكر بالغ او انثى بالغه. تاني بقى الجزئيه دي لان دي جزئيه مهمه قوي، ان الذكر يكون ذكر بالغ او انثى بالغه. ما اجيبش مثلا زغلول فاكك 3 ولا فاكك 4 ولا فاكك 5 ولا فاكك 6 ولا حتى نتايه فاكه 6 ولا 7 وتقول ده انا هسمي الله وهجوزها. هتجوزها ازاي؟ مش هتتجوز، وهيبقى العلاقه بين الفردين اللي انت حابسهم مع بعض علاقه عدائيه. لازم الاول يبقى الذكر مخلص. لما انا امسك مثلا فرد الحمام في ايدي كده الشاب عندي افتح جناحه كده الاقيه خلص ولسه عليه الصمه كده، خلاص اهي الصمه بتنشف. طبعا يا رجاله ده مش ذكر ولا حاجه، دي انتهى سكروتايه تمام. بس طبعا بتعيد فك لان احنا في قش اهي يكون عليها الصمه وقربت تخلص الصمه زي ما احنا شايفين كده يا رجاله. كده يبقى ديت يا انثى بالغه يا ذكر بالغ. دي انثى مثلا بالغه يا شباب، يبقى الانثى ديت لما تخلص الصمه بسيبها اسبوعين ولا 10 ايام تمام، واقوم مسمي الله ومجوزها. اصبر عليها عشان اقول لك هتجوزها ازاي، لان حضرتك بتجوز غلط يا بيه تمام. طيب انا دلوقتي خلاص استنيت لما بقى ذكر بالغ او انثى بالغه وخلص اللي عليه وفتحت الجناح، وان شاء الله الجناح وعدي الريش ماشي. العشرة الخوارج والعشرة الدواخل ده يبقى في حلقه ثانيه نشرحها باستفاضه. خلاص كده عرفت ان فرد الحمام اللي انا مسكته سواء ذكر او نتايه بقى ذكر بالغ او انثى بالغه، وخلاص اسمي الله واجوزه. البيت ده او العين دي بتاعت مين؟ العين ده الرجاله بتاعت الذكر زي ما انت شايف كده. بيزوموا وجعل على بابه اهو، بيزوموا وجعل على بابه. يعني ايه اوليد الكلام ده؟ يعني انا بسكن. اسمع بقى الحته دي لانه النبي الحته دي مهمه جدا جدا جدا. انا بسكن الذكر او بدي الذكر لبابه زي ما انت شايف. شوف ضربني ازاي، بيدافع عن بابه ازاي. بدي الذكر لبابه، بجوز الذكر لبابه الاول، بخليه يحفظ بابه، بحط له محضن بهيئه، بقول له خلي بالك اجهز لان انا هبدا اجوزك تمام. سكنته بباب، اديته الباب 10 15 20 يوم تمام، وسميت الله ودخلت النتايه عليه. الجوازه بتتم بشكل صحيح. طب ما تمتش بشكل صحيح، حضرتك عامل حاجه غلط. حضرتك ما سكنتش الذكر في بابه وما حفظتوش بابه. حضرتك النتايه ديت كانت متجوزه ذكر تاني وشلتها من الذكر التاني جوزتها الذكر الاولاني، وده غلط. احنا لازم الاول نطلق النتايه من الذكر الاولاني. بنطلقها ازاي؟ بنشيل النتايه. وليكن على سبيل المثال احنا نتكلم دايما بالحمام بيبقى اسهل كتير. دي مثلا نتايه يا شباب هي متجوزه الذكر ده، يعني دي نتايه مثلا وظهر متجوزه الذكر اللي قدامنا ده. وصلنا الدقيقه كام علشان ما يبقاش دمنا تقيل؟ وصلنا الدقيقه 8. النتايه دي كانت متجوزه الذكر ده، وانا عايز اشيلها من الذكر ده اجوزها الذكر اللي جنبه. ما ينفعش، عمرها ما هتتجوز الذكر اللي جنبه ابدا، لا يمكن. حتى لو شلتها وعزلتها اسبوعين وثلاثه وشهر. ليه يا وليد؟ لانها شايفه الذكر الاولاني. يبقى انا لازم هجوزها ذكر جنبه، ولازم احط كرتونه او احط اي حاجه بحيث ان هي ما تشوفش جوزها الاولاني، ولازم اطلقها من الذكر الاولاني الاول، احطها في مكان ما تشوفش ذكرها الاولاني عشان تنساه. وبعد كده بسمي الله بعد 10 15 يوم وابدا ادخل النتايه على الذكر. وخلي بالك من كل كلمه انا بقولها، بدخل ايه؟ النتايه على الذكر. بسمي الله واقوم فاتح الباب كده واقوم مدي النتايه للذكر. النتايه اللي بتروح فين؟ للذكر. العروسه اللي بتروح للعريس بالبلد. الحلقه دي مهمه يا شباب والله العظيم، فيها كلام لو انت عملت بيه الله اكبر الله اكبر هترتاح وتستفيد جدا 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 في موسم الفرخ اللي احنا داخلين عليه يا شباب. بصوا الحمام كله مهجر ازاي، بصوا الحمام كله قلش ازاي، الحمام كله بص فاضي ازاي من هنا. انا ماسكه اصلا تحت ايدي، بص كله زغب ازاي. تمام يا شباب، عرفنا الجزئيه ديت. طيب اخر نقطه هتكلم فيها الله اكبر الله اكبر، ان الحمام كله مش زي بعضه. الحمام في حمام بطبيعته خجول، في حمام بيتكسف. تقول لي يا عم وليد بيتكسف ايه بس؟ نسمع اذان الظهر يا رجاله ونرجع لكم تاني نكمل الحلقه. رجعنا لكم تاني يا رجاله في اخر نقطه هنتكلم فيها، وان الحمام زي البني ادمين بالظبط، امثالكم. في مننا الخجول، في مننا اللي بيتكسف، في مننا الجريء، في مننا اللي هيتجوز قدامك، في مننا اللي هيكسر قدامك، في مننا اللي مش هيكسر قدامك، في مننا اللي مش هيتجوز قدامك. الحمام
زي البني ادمين بالظبط. فانا ببقى شاغل بالي، انا عايز كده لما ابص على الجوز الاقي الذكر بيكسر على النتايه كده، يبقى الذكر اتجوز النتايه. وده رجاله مش موجود في الحمام. عندنا مثلا البلق بجميع انواعها، فرد حمام خجول، فرد حمام نادرا لما تشوفه اصلا بياكل قدامك كمان، شوف له درجه ايه. فانت لو فهمت طبيعه فرد الحمام اللي قدامك هترتاح. اخر نقطه هتكلم فيها رجاله، انا ما ينفعش ان انا اجوز فرد حمام والحمام سايب الا بمزاجه، هو بينقي النتايه اللي هو عايزها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في حد ممكن يشتري مني فردين حمام مثلا وليكن ذكرين يا شباب، ويقول لي انا مسيبهم في وسط اوضه وفي عندي نتايتين زياده والذكرين مش عايزين يتجوزوا النتايتين، ولا عمرهم هيتجوزوهم. هيتجوزوهم ازاي؟ هيشموا يعني على ظهر ايدهم ويدوروا على النتايه ويتجوزوها اللي انت عايز تشاور عليها؟ لا طبعا. انا لازم اوفر عندي باب او بابين او ثلاثه على الاقل، تمام، موجودين كده احتياطي اجوز فيهم الحمام. جوزت يا عم الحمام بعد كده ابقى سايبه عادي. اما اننا نيجي مثلا يا شباب على اوضه زي دي كده علشان احكم مين هيتجوز مين، ده الكلام ده يعني اقول لك ايه، بس عنده ممنص، مفيش الكلام ده. يعني اوضه زي دي كده انا لا يمكن اقدر احكم مين هيتجوز مين. حمام سايب على بعضه، اللي عايز هيتجوز اي حد، تمام. علشان اقدر اجوز النتايه الساكسون دي مثلا للذكر الساكسون ده، انا لازم اخدهم كده من قفاهم واحبسهم مع بعض بنفس الطريقه اللي قلنا عليها في البدايه. طبعا ان انا بحبس الذكر وبعد كده بدخل النتايه عليه. يا رب الحلقه تكون افادتكم، يا رب الحلقه تكون حلوه، يا رب يكون دمي مش تقيل عليكم، يا رب اكون اقدر ابقى رجاله ولو حاجه بسيطه. انا الهدف من الفيديوهات يا رجاله هي الافاده، مش ان انا افرج حمام ولا الربح ولا الكلام ده كله. حبايبي رجاله صباح الفل، دي كانت حلقه النهارده، يا رب الحلقه تكون عجبتكم. كان معكم يا شباب اخوكم في الوليد عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.